السلام عليكم ورحمة الله. نموذج آخر للمرأة المثقفة المتعلمة ذات الشخصية القيادية يتمثل في الشفاء بنت عبد الله العدوية، التي اشتهرت بعلمها ومعارفها ودورها المؤثر في دولة الإسلام منذ بداياتها قبل الهجرة وحتى بعدها. ولم تشتهر بحسبها ولا نسبها ولا زوجها، على الرغم من أنها تنتسب إلى قبيلة كبيرة، فهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن عدي بن كعب القرشية العدوية، وأمها هي بنت أخت جدة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأبيه. تزوجت أبو حثمة بن حذيفة فولدت له ابنها سليمان. الشفاء بنت عبد الله العدوية حازت لقبين مرتبطين بعلمها ومعارفها، فيقال إن اسمها ليلى، ولكنها اشتهرت باسم الشفاء لشهرتها بالنجاح في رقية المرضى وعلاجهم من مرض النملة، الذي هو مرض جلدي أو نوع من أنواع التقرحات التي تصيب الجلد. وكانت شهرتها هذه قبل الإسلام، حيث كانت شهيرة بالرقية، وبأنها من القلائل الذين يجيدون القراءة والكتابة في أيام الجاهلية. وكانت الشفاء العدوية رضي الله عنها من الأوائل الذين دخلوا الإسلام، وتحملت ما تحمله المسلمون الأوائل من إيذاء مشركي قريش، وحين أذن الله بالهجرة هاجرت معهم. وبعد أن دخلت الشفاء الإسلام وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفضت أن تمارس عملها السابق في الرقى من مرض النملة إلا بعد استشارة النبي عليه الصلاة والسلام. روى عنها ابن منده أنها ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني كنت أرقي برقى الجاهلية وأردت أن أعرضها عليك. قال: فأعرضيها. قالت: فأردتها عليه وكانت ترقي من النملة، فقال: ارقي بها وعلميها حفصة. إلى هنا تنتهي رواية ابن منده. وزاد أبو نعيم: بسم الله صلب خير يعود من أفواهها ولا يضر أحدا، يكشف البأس رب الناس. قالت: ترقي بها على عود كركم 7 مرات وتضعه مكانا نظيفا، ثم تدلكه على حجر بخل خمر مصفى، ثم تطليه على النملة. وهكذا استمرت الشفاء في عملها وعلاج المسلمين حتى لقبت بصاحبة النملة، في إشارة إلى قدرتها على علاج هذا المرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها، أي ينام ظهرا في بيتها، لأنها كانت من محارمه كما ذكرت من قبل. وكانت اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم. كانت تخرج في الغزوات للإشراف على السقاية وعلاج المرضى. أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الحكاكين بالمدينة، فنزلتها مع ابنها سليمان. وقد أشرفت رضي الله عنها على تعليم النساء والصبيان القراءة والكتابة في المدينة، فكانت بذلك أول معلمة في الإسلام، حيث أنها هي من علمت السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها القراءة والكتابة والرقية من مرض النملة. عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه، يعني حفصة، رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ رواه أحمد وغيره. لم تشتهر الشفاء بقدرتها على العلاج ولا معرفتها القراءة والكتابة فحسب، وإنما أيضا
عرفت بالعقل الراجح والاتزان، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدر لها ذلك ويثق برأيها، وكان يهتم به ويقدمها على غيرها، حتى قيل أنه رضي الله عنه ولاها محتسبة على السوق في المدينة، أي تراقب الأسعار وجودة السلع إلى غير ذلك من المهام التي يقوم بها المحتسب، وهي مهمة ليست بالسهلة، أي أنه رضي الله عنه ولى امرأة في السوق على الصحابة الرجال، وهذا يدل على المكانة المرموقة التي أعطاها الإسلام للمرأة، بخلاف ما يظنه البعض اليوم أن حتى صوت المرأة عورة، فيمنعونها من حقها في الكلام والتعبير عن رأيها، ويقولون بأنها لا يجب أن تتولى أي منصب قيادي، وهذا ما يكذبه تاريخنا الإسلامي المشرف، طالما أن المرأة تحترم نفسها وتحافظ على حجابها، وطالما أنها تتكلم بطريقة لائقة ليس فيها تغنج ولا دلال، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وعدة مناصب تليق بطبيعة المرأة وتحتاج المرأة لأختها المرأة، كمنصب المعلمة والطبيبة والممرضة والمحامية إلى غير ذلك من المهام التي نحتاج نحن كنساء أن تكون فيها المرأة. من مروياتها رضي الله عنها، من أشهر مروياتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله، وحج مبرور، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وفاتها رضي الله عنها، توفيت صاحبة الرقية ومعلمة الكتابة والطبيبة والمحتسبة في زمن عمر رضي الله عنه سنة 20 هجرية، بعد أن خدمت هذه الأمة ورقت مرضاها وعلمت نساءها وصبيانها، فجزاها الله عن أمتنا خير الجزاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.